السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان وما أحلاك يا رمضان، بتلم الحبايب كلها وتجمعهم. ربنا يخلي ويبارك يا رب. حبايب قلبي طلبوا مني أعمل لهم بطة حلوة كده وأكلة محشي. عملت ورق كرنب وكوسة وبتنجان وفلفل. وكان بصراحة أكلة محشي كانت عايزة اعمل بط النهارده حبايبي. أنا طبعا غسلاها ومنضفاها ومخليها زي الفل. هبتدي بقى يا حبايبي اوسع من هنا كده عشان ادخل فيها البصل اللي انا هعمله. بصوا، حاولي ان انتي توزعي كده من تحت الجلد، توسعي للجلد كده. هي بتبقى البطه شويه بتبقى مش سهله في التوزيع بتاعها من تحت الجلد زي الفراخ بتبقى جلدها اخف شويه من البط، يعني على قد ما تقدري توسعي كده. بس يا قلبي، هتجيبي بقى بصلتين هنبشرهم وعايزاها بشر ناعم. لما بشرت البصل بقى هنزل عليه نص معلقة فلفل أسمر، وهنزل كمان بحبة ملح، وهنزل كمان بمعلقة سكر صغير. هي دي التتبيلة بتاعة البط. بس كده. هجيب بقى البطة. بصوا، انا هحشيها من جوه كده، تبلها كده، ادخلها كده البصل، هشبعها من البصل كده عشان تتشرب من الخلطة اللي انا عاملاها دي. بس حاولي تدخلي فيها البصل تحت الجلد كده، وتدخلي في القلب بتاعها. انا البطة هنا انا متبلاها، هتبلها قبلها بيوم، يعني انا مش هعملها النهاردة، انا هعملها ان شاء الله بكرة. بس كده. بس تحطي كده البرامج عشان تتشرب برضك تتبل حلو. كده انا تبلتها كلها اهو. هجيب كمان الأنثى والكبدة عشان تتشرب برضك من الخليط بتاع البصلة. بس كده انا هغطيها بقى واحطها في التلاجة بكرة ان شاء الله اسويها. هجيب بقى الاسترتش واغطيها كده قلبي واحطها في التلاجة. بس كده دخليها بقى التلاجة بكرة ان شاء الله نسويها. بس كده يا قلبي. بصوا، انا محضرة بصلتين وجزرتين مقطعاهم كده، وكمان طماطمتين. وبالنسبة للتوابل، كام ورقة لورا، وحبهان، كام فص حبهان، وكام فص مستكة، وفلفل اسمر، وروزماري. هنزل بيهم كده. الملح طبعا مش هحطه دلوقتي غير لما تبتدي البطه تخش في السوا، هديهم غلوه بس وبعد كده انزل بالبطه عليهم. قبل ما انزل بقى بالبطه في الشوربه اللي انا عملتها دي، هدي للبطه صدمه. طبعا انا كنت متبلاها بالبصل والفلفل الاسمر قبلها بيوم. تمام. هدي بقى صدمه كده البطه يا حبايبي، واقلبها من كل الجوانب. اقلبها بقى كده زي ما بقول لكم كده من كل الجوانب اهو.
بعد بقى ما شوحت البطه الزبده زي ما وريتكم كده، هنزل بقى بيها في الميه اللي بتغلي اللي هي الشوربه بتاعتي. بس كده يا حبايبي، هخليها بقى تغلي وبعد كده اوطي عليها تستوي براحتها. تعالوا بقى لما نشوف البطه. بصوا حبايبي البطه اهي لسه كده تعتبر في نص سواها. تمام. انا كنت نسيت احط عود قرفه، هحط عود القرفه اهو، واحط لها كمان حبه ملح، الملح بتاعها. هسيبها بردك تكمل سوا. النهارده هعمل لهم بقى محشي كرنب وورق عنب وكوسه وبتنجان وفلفل. انا هنا طبعا الطماطم عملتها سبكتها على النار. تمام. محضره هنا حبه بصل حلوين كده مقطعاهم اهو، هنزل البصل عليها. وكمان يا حبايبي البهارات بقى بتاعتنا النهارده. بصوا انا حاطه 2 مرقه وكمون وبهار محشي، فلفل اسمر وملح وشطه وتشكيله بهارات كده مع بعضيها برضو. دي المجموعه بتاعتي بتاعت البهارات النهارده. بصوا هنزل بالمرقه الاول فرفتها كده، وهنزل ببقيه البهارات برضو. كمان بردك هحط حته فلفل احمر من المفرز عندي ده طلعه من الفريزر. وكمان بحب احط زي راس توم صغننه كده زي ما انتم شايفين. التوم ده بس انا مفرزاه طلعه من الفريزر برضو. وهقلب كل ده كده يا حبايبي. هنا هنزل بقى بالرز. الرز هنا غسلاه ومصفياه من الميه كويس جدا. هنزل بالرز كله كده. وبعد كده هنزل بالخلطه اللي انا لسه عاملاها، طماطم والبهارات بتاعتها. وهنزل كمان بالخضره اللي هو البقدونس والشبت كزبره نعناع. هبتدي بقى اقلب يا حبايبي كده. هنزل بقى بحبه سمنه. هو المحشي بيحب السمنه والزيت يكون كافي يا جماعه. حط حبه زيت وهقلب. انا هنا بقى حضرت ميه عشان اسلق ورق العنب. انا حطيت ميه وليمون وملح. طبعا انتوا فاكرين ورق العنب اللي انا كنت لفاه في ورق مفرزاه اهو، انا بفتحه قدامكم اهو. بصوا اكنه لسه جايباه حالا اهو. بصوا اهو. هنزل بقى اسلقه في الميه زي ورق العنب بالظبط اللي انت لسه جايباه حالا اهو يا قلبي. اهو زي ما انت شايفه كده. حطيت الكميه كلها هسلقها، هتاخد نص غلوه بس كده، حاجه بسيطه. بطفي عليه. انا هنا جبت طاسه ونزلت بحته زبده عشان هشوح حته لحمه بفتيك لورق العنب. احط ورق العنب لحمه بفتيك. هنزل عليها بقى حبه فلفل اسمر، وهنزل كمان برشه ملح. هتتقلب بقى من كل الجوانب كده. انا هنا بقى جبت الحله اللي انا هحشي فيها ورق العنب، حطيت فيها بصل وحطيت فيها جزر وفلفل كوبي حلقات كده. هنزل بقى بالقضيه باللحمه اللي انا افتكر ان انا شوحتها دي، بتخلي ورق العنب طعمه تحفه بردك. بصوا هفردها كده في القضيه كده يا حبيبي. خلاص كده بعد ما رصيت هبتدي بقى ورق العنب احشيه. ابتدي بقى احشي ورق العنب اهو. الف كده. ابتدي برضه احط ورق العنب بقى لما الفه.
انا طبعا كنت لفيت حبه كده وهم جاهزين على الرص على طول. بعد ما رصيت اول صف بقى هحط شرايح من الليمون. الليمون هنا هيديني طبعا مزازه ورق العنب. واكمل برضه يا حبايبي رص. كده بقى هبتدي احشي الكرنب اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بحط في الارضيه الاخضر الاول. طبعا في الحله هنا انا نزلت ببصل وجزر وفلفل. كده انا بحب الصبع صغير كده. عايزه اقول لكم احلى حبه محشي في الورق الاخضر ده اللي بيبقى في الارضيه. بصوا كمان هنسقي الكوسه والبتنجان هنا. واحنا مش هنكتر التسقيه بتاعت الكوسه والبتنجان عشان الكوسه اصلا بتنزل ميتها. في ورق عنب كمان. البطه طبعا اهي بعد ما استوت. طبعا انا عايزه احمرها فمحضره. هجيب زي معلقه الصلصه كده تمام. هنزل عليها برشه ملح وحبه فلفل اسمر وكمان هنزل عليها زي معلقتين زيت وحبه ميه وكمان هنزل بنص معلقه سكر. هقلبهم بقى عشان ادهن بيها البط. هاخد كده وادهن بقى البطه من كل الجوانب. هنا الصلصه هتحمر لي البطه تحمير حلو جدا اللي هي تاخد اللون المحمر ده الحلو. ندخلها في البوتاجاز واحطها كمان تحت الشوايه. نقلبها كده برضه عشان ندهنها من كل الجوانب كده. بس كده يا حبايبي.